السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جاية لكم بفيديو جديد وبسيط، وأي حد أي واحدة مبتدئة بتحب عايزة تعمل حاجة لنفسها هتعمل. دلوقتي احنا معانا القماش الكارو الصوف دوت، هنعمله فستان. ودلوقتي هبتدي معاكم وأوريكم ازاي هنعمل الفستان ده. طبعا احنا هناخد طول الوسط التحتاني الجيب 1.10 سليم، على اساس ان هو هيبقى فيه حزام في النص داخلي، حزام داخلي. احنا بنزود 1.10 معلش الترابيزه صغيره شويه. هنطلع بيها. بسم الله الرحمن الرحيم كده كويس. مش هنعمل خياطة فيها في الجناب، هنعمل هنا دمرات. القماش معمول على 4، هنعمل دمرات وهنعمل له سجاف داخلي سليم. بسيط جدا 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 كده. ده الوسط التحتاني. هناخد فوقاني المرض اهو. هنتني المرض من الداخل كده كويس، وادي الصدر بتاعه. احنا مش هنحط كده. هناخد بقى طول الصدر كويس، هناخده كده اهو 44 تمام. 44 هنطلع 2 سنتي ميلة كده في الجنب. وهنيجي ناخد، معلش الصوت كان واطي شوية، 8 سنتي حدة الرقبة، 2 سنتي سليم. وهننزل من قدام 9 سنتي اهي، وادي العلامة اهي. هنطلع بيها كده سليم. هنيجي بقى عرض الكتف 13 سنتي، وهننزل بيها 3 سنتي. هننزل بقى هنا، هننزل بيها 15 سنتي. لا معلش، طول الصدر على 2، يبقى المفروض احنا عندنا هنا 22 سنتي. 22 سنتي وهنعمل بيها كده اهو. وهنطلع للكتف كده، وادي حدة الباط سليم كده. احنا حلبنا الصدر. هنيجي بقى ناخد دوران الوسط، هنقول 28 عشان نسيب حبة للكشكشة اللي احنا هنعملها كده اهو. احنا بقى هنطلع كده كويس. هننزل بميلة كده
زي ما احنا اتفقنا. هناخد حبة الباط كده اهو، وهنطلع بدي تمام كده. وادي حبة الظهر، وادي حبة الرقبة بتاعت. هناخد فرد كده وفرد كده علامة الوسط. طبعا انتوا عارفين ان احنا بنطلع سنتي من فوق اهو كده. هنا بقى جبنا الكم وعملنا القماش على 4 اهو كده، ودي 4 سليم. هنعمل الكم تلتين عشان هنركب فيه قصة، يبقى احنا كده عملنا ادي 41 كده اهو. ووسع الكم يا جماعة 23 زي ما احنا عملنا حرة الزيرو. هنعمل كده 13 اهي، وهنقسمها على 2. دي كام؟ 23 يبقى 11.5، وهنطلع بيها كده. وهنبتدي نحرد اهي الباط سليم. وهنيجي هنا هو هنخليها 15 سنتي. وهنبتدي نطلع ده اهو كده اهو. ده كويس. هنبتدي ناخد السنتي ده هنخش بيه وناخد فرد هنا كده كويس. ده هيتقفل كده. هنكمل بقى بقية الكم. المفروض ان انا عايزة بقية الكم 30 سنتي بالاستيك اللي انا هركبه. ممكن بقى اعكس احنا هنبتدي معاكم ده كده الكم خليه في قلب بعضه. ودي الصدر. طبعا احنا عندنا عايزين نعمل ارتفاع البنسة زي ما انتوا عايزين يعني. هناخد ارتفاع البنسة كده 15 سنتي. ماما هقفل. دلوقتي انا بشطب الفستان جوه على الاوفر عشان القماش ده صعب جدا كله بينسل. اهم شيء واحنا شغالين النظافة دي اللي بتظهر حلاوة الشغل. شايفين كده من جوه مفيش اي حاجة. هنيجي بقى ناخد الجزء التحتاني. شايفين احنا قصينا
قصيناها داير ما يدور. سليم. هنعلمها بقى. ادي النص اللي في الظهر ورا، وده النص اللي في الصدر اللي في الجنب كده. كويس. عرفنا كده. هنيجي بقى نعمل ايه؟ هنحاول نركب، نسيب حتة للمرد بتاعنا، ممكن نتنيه بالمرة عشان نقفل على نظافة. هناخدها كده اهو 2 على بعض عشان يبقى نضيف من جوه. وممكن هتبقى ناشفة، ممكن اعملها اوفر تبقى انضف. يبقى احنا دلوقتي هنسيب مقام الحزام اللي احنا هنركبه من الداخل. فهنيجي نعمل الصدر، هنحط الصدر كده. طبعا احنا عندنا العلامة دي هنبتدي، لان ده مرد على بعضه. سليم. فاحنا هنبتدي من بعد يعني نسيب كده اهو كده. طبعا اللي تحت دي احنا هنسيبها عشان هنتنيها من الداخل اهي كده. كويس اهي. احنا طبعا عايزين الجنب بتاعنا، هنشتغل طبعا انا عارفة ان انتوا بتقولوا هي بتعمل ايه. هنحاول نعمل الكشكشة بسيطة. حطينا القصة دي على دي كده، وهنكشكشها نشربها شوية. كم اهو، ادي الكم كده. هنركب هنا استك، هنركب استك هنا وحتة صغيرة هنا. ادينا مع بعض هشطب واوبر وارجع لكم. حطينا له حتة استك عشان يبقى ياخد ويدي التشريط بتاعه. حط التانية كمان. زي ما بنقفل الكم اهو بعد ما عملناه. نفضل نشرب كده، متعمليش كسر كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو. كده اهو الفستان فاضل الياقة بس.
ممكن نعمل قلاب كده يعني براحتكم، عايزة تقفليه تقفليه، عايزة هنركب الياقة كده بس وخلاص، يبقى الفستان خلص وهوريهولكوا على المانيكان. عرفت معاكم، ودي النهاية ان شاء الله. وادي يا رب الدرس ده يكون عجبكم. هو ممكن تستخدموه كتونيك وفي نفس الوقت دريس زي ما انت عايزة تعمليه عليه الزراير براحتك، عايزة تسيبيه على الرباط اللي بتاع الوسط برضو براحتك. وهو في حالات كتير فهو شيك جدا، شيك شيك شيك. طبعا لو على الطبيعة وواحدة لابساه غير المانيكان خالص. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش اللايك